سلام عليكم. فيلم شادية الممنوع من العرض، حكاية أول مرة تسمعوها. صلى على النبي وكل مننا بيصلي عليه، ويلا نبتدي الحكاية. سنة 1961، وفي يوم من الأيام فوجئ الوسط الفني بقرار يمنع عرض وتصدير الفيلم المصري على ضفاف النيل، اللي كان بطولة شادية وكمال الشناوي وحسن يوسف، وكمان كان معاه مجموعة من الأبطال اليابانيين. وكان وقتها أول فيلم مشترك مصري ياباني. وبرغم إن الفيلم وقتها أخد موافقة من الرقابة وإجازة كمان بالسيناريو، وكمان كان في رقيب بيحضر التصوير يوميا، وده على حسب شهادة المنتج حلمي رفلة، واللي أكد إن في لجنة من الرقابة شافت الفيلم أثناء تصويره وأجازته. وبرغم كده أصدر مصطفى درويش مدير الرقابة قرار بمنع عرض الفيلم أو حتى تصديره للخارج، وقال إنه كان بيفكر إنه هو يلغي بعض المشاهد وبعد كده يسمح بعرضه بناء على التقارير اللي وصلت له، لكنه قرر يشوف الفيلم بنفسه. ولما شافه قرر يمنعه نهائيا من العرض أو حتى من التصدير للخارج. وقال في تقرير المنع الخاص بالرقابة واللي تم إصداره سنة 1962: اجتمعت لجنة تصدير الأفلام المصرية للخارج، وبعد ما شاف الفيلم أخدوا قرار بمنع عرضه في مصر وتصديره للخارج. وده عشان الأسباب الآتية: إن الفيلم أظهر الجمهورية العربية المتحدة في صورة سيئة جدا ومخالفة للواقع. قال إن في شبكات تجسسات إرهابية بتمارس نشاطها على أرض الواقع. وقال إن الصراع بين الهيئات دي بتؤدي إلى مجموعة من الجرائم والاغتيالات في الطرق العامة والميادين بواسطة الخناجر والمسدسات والمقاتلات، وطبعا ده غير حقيقي بالمرة. ومش بس كده، ده كمان أجهزة الأمن المختصة لا تدري بما يحصل على أرض الواقع، ودي إساءة أكتر للداخلية والشرطة المصرية. كمان أظهر المصري بصورة لا تليق، فجاب بعض المشاهد إن مرضانا بتعالج في الطرق وعلى الأرصفة، وده طبعا هيسيء للدعاية السياحية في الجمهورية العربية المتحدة. وإن بطل الفيلم منذ وصوله إلى أرض مصر ما شافش غير المتاعب والمصائب، واللي اتمثلت في عصابة بتتبعه من أول الفيلم حتى آخره، وكل تفاصيل الفيلم حصلت بين الآثار المصرية الهامة. ولا شك طبعا إن ده كله دعاية سيئة جدا للسياحة في بلدنا. الحقيقة وجهة نظر تحترم جدا للرقابة، ويا ريتهم حتى دلوقتي بيعملوا كده. المهم يا سادة، طبعا محدش أبدا بعد كده في الأجيال اللي جت بعد كده سمعت أبدا على فيلم على ضفاف النيل، ولا يعرفوا أصلا كان في فيلم مشترك مصري ياباني، وأكنه ما كانش موجود من أساسه، إنه ما تعرضش في مصر ولا بره مصر. دي كانت همستنا النهاردة عن إحدى أفلام شادية المهمة اللي اتمنع من العرض. شكرا جزيلا.